بالابتعاد قليلا عن الوضع المهني ما يحصل في لبنان تعليقك؟ لك نحن جيل حرب، يعني هيدا الشيء ما مفاجئنا، والحرب كنا متوقعينها بس مش مستعدين لها. كنا مفكرين انه الموضوع قد يؤجل. طول عمرنا بالحرب، وعينا بالملجأ، مراهقتنا كلياتها راحت بالملجأ، معودين نوقع ومنقوم. بس هالمرة الوقعة كانت شوي تقيلة، لأنه نحن طالعين من وضع اقتصادي صعب، وضع سياسي صعب، معنا حكومة تصريف أعمال، معنا حكومة يعني بمعنى الحكومة الرسمية. نعم. القرار السياسي متأرجح، اخذ ألف منحى، متغير حسب الأهواء، دائما اعتمادنا على الآخر. وانت اليوم لتكون حر لازم تكون مستقل اقتصاديا، مستقل بكل شيء، بكل التفاصيل. مستقل اقتصاديا، نعم. احنا ممكن هذه نفس المشكله بالعراق اللي هو منتج على النفط فقط، يعني معتمد على النفط. توقعك واستقراءك لما سيحصل في المنطقه، احنا نتجه قليلا لتخصصك لسياسيتك. قبل ما احكي توقعاتي للمنطقه، ما حدا بيعرف عليه شو بده يصير بالمنطقه. كل الناس كانت رابطه ب 5 نوفمبر، كل الناس رابطه اطلاق نار ممكن، كل الناس رابطه بفوز ترامب او خسارته.